الخطيب انت ومجلس ادارتك اجبن واضعف مجلس اداره جه في تاريخ الاهلي. انتوا وراكوا شعب اسمه جمهور النادي الاهلي موجود في كل شبر في مصر، قوي، وقوه الاهلي من قوته وعظمه الاهلي من عظمه جمهوره، ولكن مع الاسف الشديد انتوا مجلس اداره كيوت وضعيف. انت عارف يا كابتن بيبو يعني ايه لعيب بيلعب في فرقتك يتم ترهيبه من جمهور المنافس وشتيمة زوجته وتخويفه بانه هيحصل فيه وهيتسوى فيه، وانت لم تحرك ساكن، والعقوبة 100,000 جنيه؟ يا كابتن بيبو فوق، انت رئيس النادي الاهلي، ان لم تتخذوا موقف قوي ومحترم دفاعا عن زيزو فده هيفضل عار في جبينكم وهيفضل عار في تاريخك يا كابتن بيبو انت ومجلس ادارتك. ياما مواقف ما حميتوش فيها اللعيبه. فاكر يا كابتن بيبو لما كهربا المتحدث الاعلامي للزمالك طلع وكان بيحرض عليه الجمهور؟ برضه ما تحركتوش وما تكلمتوش وعديتوا الموضوع. لذلك هم بيعملوا كده تاني وهيعملوا كده تالت وهيعملوا كده عاشر طول ما انتوا ما بتتخذوش مواقف قوية. يا كابتن بيبو مع الأسف إدارة الكورة في النادي الأهلي في عهدك شهدت الكثير من المتقلبات والمنعطفات اللي احنا كجمهور حاولنا قدر المستطاع نساندك فيها وكنا معاك وبندعمك انت ومجلس ادارتك، لكن الموقف ده بالنسبه لي انا شخصيا بشوف فيه قله كرامه لينا، انه زيزو يتهان ويتشتم هو وزوجته بالشكل ده وانتم لم تحركوا ساكن حتى ببيان واحد، بيان دفاعا عن زيزو ما خرجتوش بيان. شيء مؤسف جدا يا كابتن بيبو. للاسف انت اضعف رئيس في تاريخ الاهلي، عملت بطولات واسطوره في الكره وكل شيء على راسنا، لكن شخصيتك ضعيفه للاسف.